السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم حبايب قلبي معايا في وصفة جديدة من وصفات موني. النهاردة هنعمل الكفتة، هنعملها بالشكل واللون الجميل ده، وهنشويها فوق البوتاجاز كمان. مش هندخلها فرن ولا هنعملها على شواية ولا هنعملها بره ولا اي حاجة، وباتنين مكون بس هتطلع معانا بالشكل الجميل ده زي ما انتوا شايفين كده. ومش هتصدقي ان انتي فعلا عاملاها وهتطلع بالطعم الجميل ده. هو بس سر واحد بس، ومش هحط عليها اي افتكاسات بقى ولا اي حاجات من الكلام ده، لا خالص. بجد هتعتمديها جدا جدا، كل مرة هتعمليها كده. بصوا شكلها حلو ازاي. تعالوا نبدأ وصفتنا ونشوف احنا عملنا ايه. جبت لحمة مفرومة نص كيلو، وهقولك النص كيلو ده كمان هيطلع معايا قد ايه كمية هوريهولك. ومعايا ملح وفلفل اسمر بس، وبصل 4 حبات بصل بحجم وسط، يعني نص كيلو لحمة مفرومة عليه ربع كيلو بصل تقريبا يعني، او 4 حبات صغيرين كده متوسطين، وحزمة بقدونس. بصوا اللحمة عاملة ازاي. اهم حاجة بقى اول سر معانا ان اللحمة دي تبقى ملبسة، يعني هاتيها من عند الجزار قولوا انا عايزة لحمة تكون فيها نسبة دهون بس بالشكل ده. هنزل بقى بيهم كلهم كده على بعض، وهسيبها على جنب، مش هشتغل فيها دلوقتي لحد ما اخد البصل وهفرمه في الكبة. هقطع البصل كده صغير عشان يبقى سهل معايا ان هو يتفرم بالشكل ده لحد ما اقطعهم كلهم. وهبدأ افرمه. انا عايزاه فرم ناعم جدا عشان ما يبانش في الكفتة، والكفتة تبقى ناعمة معايا من بره بالشكل ده. هصفيه واصفيه بقى كويس جدا، اشيل منه الميه خالص لحد ما يبقى التفل معايا كده ماسك نفسه ما فيهوش اي ميه. ودي الميه اللي نزلت منه هسيبها على جنب، انا هستخدمها طبعا. وهبدأ بقى ادخل كل المكونات دي مع بعض بالشكل ده. ودي برضو خطوة تانية مهمة جدا، ان انا لازم اعجنها كويس جدا كلها مع بعض، وافضل استمر كده يعني حوالي 10 دقايق لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعض. وانا ما حطيتش بهارات عليها ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة ولا اي حاجة خالص. هي بس كفتة، والكفتة الاصلية بالطعم الاصلي، يعني ملح وفلفل اسمر وبصل ولحمة مفرومة وبس، مش اكتر. هشوفها كده واختبرها. المهم ان هي ما تبقاش مشققه معايا بقى، هي كده مظبوطه ومش هتفك معايا خالص. لو عطيتك تشققات كده اقعدي اعجني فيها شويه كمان لحد ما اللحمه تفتل معاكي وتطلع خيوط كده، يبقى هي كده تمام. همسكها بقى، اخد القطعه بتاعتي هكبسها كويس جدا، وهجيب الخله بتاعتي وهبدا اعملها بالشكل ده. بصوا ماسكه ازاي مش بتقع مني. واخد ميه البصل وهبصم عليها كده من فوق بصوابعي، هتبقى معانا بالشكل ده. بصوا حلوه ازاي ماسكه نفسها، مفيش اي فراغات، والبصل مش باين فيها، بجد حلوه جدا. بالشكل ده نعمل واحده تانية معاكم اهو. هاخد على قد الكفته اللي انا هعملها، اخد كوره كده وافضل اكبسها كده في حرف الحاجه اللي انا بعمل فيها، واعيد عليها بايديا لحد ما كلها تمسك في بعض كويس. وهدخلها في الخله بتاعتي، وبالشكل ده ابدا ابصمها بايدي، وفي الاخر ابصم تاني، ابل ايدي بالبصل واحط تاني على كفته تدي علامات معايا زي اللي انتي بتشوفيها بره بالظبط في المحلات. بس كده هخلص مثلا الكميه. بصوا دي نص اللحمه وعملت معايا الكميه دي. هخلص الجزء التاني برضو بنفس الطريقه.
وده بقى نص كيلو لحمة مفرومة. عمل معايا الكمية اللي حضرتك شايفاها دي كلها. بصوا الكمية قد ايه، والله ده نص لحمة مفرومة بس، فحلوة جدا. هاخد منها بقى على قد اللي انا هعمله، والباقي ممكن اشيله في الفريزر مش هيحصل له اي حاجة، واطلعها على ان انا اعملها على طول تبقى جاهزة معايا. جبت صاج الفرن حطيته فوق البوتاجاز ودهنته دهنة زيت، ونزلت عليه بالكفتة كده، بس المهم يسخن كويس لحد ما تحس ان في بخار كده طلع. انت اول ما هتنزليها على الصاج هتشمي ريحة الشوي بقى الاصلية، بجد حلوة جدا. هبدأ بقى اقلبها امتى؟ اول ما تبدأ من الحروف كده تدي لون فاتح غير لون اللحمة اللي احنا شايفينه فوق ده. شايفين؟ هبدأ بقى اقلبها كده، ما اقلبش ابدا قبل الخطوة دي. شايفين؟ بصوا اللون، هي لسه ما استوتش طبعا، ده انا هفضل اقلب فيها، وكل ما هقلب فيها كل ما تاخد لون احسن واروع من كده كمان. بالشكل ده، وهفضل اقلب فيها من غير شوايه اهو، من غير اي حاجه، وهتطلع معانا ماسكه نفسها وحلوه جدا. وهفضل بقى اقلب فيها كل ده بقى. يعني في الاول هبقى اعلي النار، وبعدين اعمل على نار متوسطه علشان اللحمه تستوي معايا من جوه كويس وما تتحرقش من بره. جبت بصل وقطعته ونزلت كده بيه على الكفته علشان ياخد النكهه، وكل ياخد من بعضه يبقى بصل مشوي، ندي بقى احساس ان احنا بناكلها جاهزه من بره. ونزلت بفلفل حامي ما قطعتوش ولا حاجه، هسيبه كده زي ما هو. وطماطم هحطها برضو، كل ده بيدي نكهه، كل ده هشويه معاها، بجد بتدي نكهه تانية خالص وتحفه تحفه بجد بامانه. يعني جربوها تعجبكم جدا. وبرضه هستمر ان انا اقلب فيها، هي احنا مش بنسيبها على النار كتير. بصوا اخدت لون حلو برضه، هي لسه بجد جميلة قوي. بصوا لونها برضه عايزة سوا تاني. بصوا اللحمة كده استوت معايا ومقت معايا بالشكل ده. روعة يا جماعة، جربوها بجد هتعجبكم جدا. طرية معايا من جوه، مش ناشفة، وماسكة نفسها جدا، مش فكة من بعضها. وشويت معاها كمان فلفل وطماطم وبصل، ده بيدي نكهة حلوة جدا. وما حطيتش عليها اي حاجة، هو بس بصل وملح وفلفل اسمر. هي دي الكفتة الاصلية، ومن غير اي افتكاسات ومن غير اي حاجة تتحط عليها تانية. ده الاساسي يا جماعة، بلاش نحط اي حاجات في الاكل بيغير طعمها، ده الطعم الاصلي للاكل. بجد هتعجبكم جدا، جربوها. بس كده، ودي كانت وصفتي النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.